السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة أولى ثانوي دفعة 2026، إن شاء الله مكملين مع بعض حل تمارين يونت 9 أو الوحدة التاسعة من كتاب المعاصر. هنبدأ في الجزء ده حل من صفحة 153، التمارين الخاصة بالسكيلز أو المهارات، والبداية مع الرايتنج سكيل. طيب، طبعا موضوع الرايتنج في يونت 9 بيكلمني عن حاجة اسمها الارجيومنتاتيف اساي اللي هو المقال الجدلي. خلي بالك النوع ده من المقالات انت بتبدأ تطرح فيه رأيك، يعني في موقف معين وبتحاول بتثبت، بتقول أمثلة يعني، أو بتقول أسباب بتوضح فيها أنت ليه شايف إن الرأي ده صحيح، والهدف في النهاية بيكون إقناع القارئ بتاعك إن هو ينحاز لوجهة نظرك أو رأيك يعني، أو على الأقل مش ينحاز، بتحاول تخلي القارئ، عشان دي نقطة مهمة، أنت بتحاول تخلي القارئ أو تثبت للقارئ إن رأيك هو الرأي الصحيح حتى لو مش هياخد بيه. أما في حاجة تانية اسمها الpersuasive essay، خلّي بالك من المسميات، في حاجة تانية اسمها الpersuasive essay اللي هو المقال الإقناعي، أنت بتحاول تخلّي القارئ فيه ينحاز لرأيك أنت، أمّا هنا أنت بتحاول بس تثبت إن رأيك هو الرأي الصحيح حتى لو القارئ بتاعك مش هياخد بيه. طيب تعالَ نقول بقى الargumentative essay اللي هو المقال الجدلي ده، يبقى على طول هو gives your، يبقى بتقدّم فيه إيه، وكمان بتدعمه باستخدام الreasons اللي هي الأسباب والexamples اللي هي الأمثلة، يبقى أنت كده بتقدّم الرأي الشخصي بتاعك اللي هو gives your opinion، يعني بتقدّم رأيك. طيب 2 بيقول لي the main goal، الهدف الرئيسي من الargumentative essay، يبقى على طول الهدف منه إنك تقنع القارئ اللي هي convince الاختيار ب. طيب تعالَ نروح لصفحة 154، الجملة رقم 3 بيقول لي in the introduction، في المقدمة you should present the topic، يجب إن أنت تقدّم الtopic اللي هو الموضوع بتاعك and your opinion clearly، على طول وبتصرّح برأيك بمنتهى الوضوح، يبقى state اللي هي بيعلن عن شيء أو بيصرّح بيه اللي هي الاختيار بيه. طيب 4 بيقول لي the introduction، خلّي بالك لمّا نيجي نتكلم عن الintroduction اللي هي فقرة المقدمة is a part of the essay، يبقى هي الجزء الأول من المقال، يبقى على طول الfirst part الintroduction دايمًا بتبقى الجزء الأول وبعد كده الbody، وبعدين بنختم بالconclusion أو الخاتمة. طيب 5 بيقول لي الbody paragraphs، يعني فقرات الموضوع، يبقى على طول بتقدم فيها الreasons اللي هي الأسباب for your opinion، الأسباب اللي خلّتك تقول الرأي ده. طيب 6 من جمل كتاب المدرسة بيقول لي in body paragraphs، في فقرات الموضوع you should add examples، إما بتضيف examples يعني أمثلة، أو على طول بتقدم الشروحات اللي هي الexplanations، يعني بتشرح ليه أنت شايف الشيء ده أو ليه أنت مؤيد للشيء ده، وكمان ممكن تقول reasons يعني الأسباب بتاعتك. طيب 7 بيقول لي الconclusion، يعني الخاتمة should your opinion again، إحنا متفقين إن الخاتمة بتعمل restate يعني إعادة صياغة للرأي مجددًا، وممكن تعمل summarize للموضوع ككل. طيب 8 بيقول لي a good conclusion، يعني الخاتمة الجيدة can end with a future hope، يعني الخاتمة الجيدة بتنتهي بتمني شيء بخصوص المستقبل، أو ممكن تنتهي بadvice يعني نصيحة، خصوصًا في المقال الإقناعي. خلِّ بالك في أنواع تانية من المقالات ممكن تنتهي بسؤال، ومش بيبقى سؤال قد ما يكون هو إنك بتطلب من الشخص إن هو يبدأ ياخد إجراء على أرض الواقع. أمّا في المقال الargumentative اللي هو الجدلي، بتقدّم النصيحة في البداية أو في نهاية المقال بتكتب ما تأمله، وكمان ممكن توجّه نصيحة. طيب 9 بيقول لي I believe that، لمّا تيجي تقول I believe that فأنت بتستخدم الجملة دي على طول to give an opinion أو for giving an opinion لتقديم الرأي. طيب 12 بيقول لي أو 10 بيقول لي for instance، لمّا تيجي تقول على سبيل المثال، يبقى أنت كده إيه، يبقى على طول you are giving an example، يعني أنت هتبدأ تطرح مثال أو تقدّم مثال. طيب بالنسبة ل11 بيقول لي first of all، يعني أولًا وقبل كل شيء، دي بتستخدم لgiving reasons، يعني قبل ما تبدأ تقول الأسباب بتاعك، فعايز تقول أولًا أو أول الأسباب وقبل كل شيء، بتستخدم first of all وبعدين تقول السبب الأول بتاعك. طيب 2 بيقول لي another reason، يبقى أنت كده هتقدم second reason يعني الرأي أو السبب التاني، another reason يعني السبب التاني اللي هو second reason. طيب لمّا تيجي تقول this is because في الجملة رقم 13، يبقى أنت كده هتبدأ تبيّن إيه، يبقى أنت هتبدأ تشرح الأسباب بتاعتك. طيب 14 بيقول لي في الconclusion يعني في الخاتمة is used in conclusion، يعني ختامًا، دي بتستخدم قبل ما تبدأ فقرة الخاتمة،
بتبقى in conclusion أو to conclude أو to sum up. طيب تعالَ نروح برضه للجملة رقم 14 بيقول لي to conclude برضه هتستخدم في إنهاء المقال بتاعك في بداية فقرة الخاتم، يبقى ending your ideas. طيب 16 بيقول لي for this reasons لهذه الأسباب هتستخدم كإيه with a final idea يبقى is used to end the essay يعني لهذه الأسباب فأنا شرحت الأسباب وبعدين أقول لهذه الأسباب اللي سبق شرحها يعني، فأنا كده بانهي المقال بتاعي with a final idea بفكرة نهائية بقى. طيب تعالَ نروح لصفحة 155 الجملة رقم 17 بيقول لي الstudents should use يعني الطلبة يجب إن هم يستخدموا جُمل إيه؟ يبقى على طول يجب إن هم يستخدموا جُمل simple يعني بسيطة وclear يعني واضحة. طيب 18 بيقول لي a student should check spelling يعني الطالب بيراجع الspelling وكمان الpunctuation اللي هي علامات الترقيم. طيب تعالَ نروح للreading skill الcomprehension passage أو قطعة القراءة. بيقول لي with the development of modern civilization مع تطور الحضارة الحديثة life has become more and more complicated يعني الحياة أصبحت معقدة أكثر وأكثر. عندي كلمة complicated تديك معنى معقد، يبقى الحياة أصبحت معقدة أكثر وأكثر. As a result كنتيجة لكده ال car which was once considered a luxury العربية اللي هي كانت بتعتبر من الأشياء اللي هي من الرفاهية في الماضي يعني is now looked upon يعني دلوقتي بيتم النظر إليها أو اعتبارها ك necessity يعني ضرورة. Doctors, engineers and businessmen الأطباء المهندسين رجال الأعمال cannot work without private cars ما يقدروش يشتغلوا بدون العربيات الخاصة بتاعتهم. However ومع ذلك rapid growth اللي هو النمو السريع للpopulation في الcapitals في العواصم والmain cities المدن الرئيسية has actually made the joy يعني جعل الرفاهية الخاصة بامتلاك السيارة much less يعني أقل، استمتاعك بامتلاك السيارة بقى أقل بسبب الزحام الكبير في المدن والعواصم. Besides the problems إلى جانب مشكلة keeping a car in a good condition الحفاظ على عربيتك بحالة جيدة and the lack of garages ونقص الورش يعني أو الأماكن الجراشات. There is a big problem أو there is the big problem المشكلة الكبيرة هي ال crowded streets الشوارع الزحمة. الcars هتبقى source of trouble هتبقى مصدر للمشاكل. Many people have to leave their cars الناس بقت مضطرة تشوف أو تسيب عربياتها في الشوارع لأن كل الجراشات are expensive يا إما غالية وكمان زحمة. This expose وده بيعرض العربية للrusting يا إما عوامل التعرية أو الصدى يعني أو السرقة. In rush hours في ساعات الذروة كمان الشوارع بتبقى plugged يعني مسدودة that it takes a driver الأمر بيستغرق وقت طويل جدا to get their destination إنك توصل للمكان اللي أنت رايحه. طيب بعد كده بيقول لي despite these problems على الرغم من المشكلات دي most people insist إلى إن معظم الناس مصممين على امتلاك private car سيارة خاصة عشان يتجنبوا a long wait at a bus stop الانتظار الطويل في محطات الأتوبيس to get on or off the bus وكمان فكرة ركوب ونزول الأتوبيس دي بقت كفاح أو مشكلة صعبة جدًا. going to places by taxi وكمان الذهاب إلى أماكن محددة بالتاكسي مش هيحل المشكلة as taxi drivers لأن السواقين بياخدوا الpassengers الركاب بتوعهم وفقًا لقوانينهم الخاصة. They sometimes أحيانًا بيطلبوا أموال أكتر مما يستحقون يبقى زي دي اللي هم سواقين عربيات الأجرة أو سواقين التاكسي. طيب السؤال الأول بيقول لي according to the passage وفقًا للقطعة taking a public bus ركوب الأتوبيس العام دي مشكلة ليه؟ على طول أكبر مشكلة فيه اللي هي getting on and off the bus يعني الركوب والنزول من الأتوبيس is a hard struggle يعني بيسبب is بقى هو حاط لك is هنا يبقى a hard زي ما هو قال في القطعة كده a hard struggle يعني عملية صعبة جدًا أو عملية فيها كفاح ومعاناة كبيرة جدًا. طيب 2 بيقول لي the main idea of the passage يعني الفكرة الرئيسية من القطعة هو حتى عندك خلّي بالك هو عندي في السؤال التاني هو أصلًا موجود كلمة difficult وموجود كلمة difficult في السطر اللي تحتها، يعني difficult دي بقية الاختيار اللي هو دي. طيب تعالَ نروح للجملة رقم 2 بيقول لي إيه الفكرة الرئيسية بتاعة القطعة؟ يبقى على طول بتتكلم عن الtransport in cities يعني عملية المواصلات في المدن. طيب
طبعًا هي القطعة ما كلمتنيش عن قوانين المرور اللي هي traffic rules، وما كلمتنيش عن أنواع السيارات اللي هي types of cars، وما كلمتنيش عن driving carelessly، ما كلمتنيش عن القيادة بإهمال. يبقى أفضل اختيار وفقًا للاختيارات اللي قدامي transport in cities، التنقل في المدن. طيب 3 بيقول لي according to the writer، وفقًا للكاتب possessing a car، يعني خلّي بالك possessing a car اللي هي امتلاك السيارة can be trouble، يعني ممكن يبقى مشكلة أو أزمة. ليه بقى؟ يبقى على طول لإن الcars، لإن أنت هتبقى مضطر إنك تسيب العربية بتاعتك في الشارع، لإن الجراشات زي ما اتفقنا هي غالية، وكمان طول الوقت مزدحمة، ما فيش مكان تركن فيه العربية بتاعتك. طيب السؤال الرابع بيقول لي according to the passage، وفقًا لما جاء في القطعة it takes drivers a long time، يعني الأمر بيستغرق من السائق وقت طويل عشان يوصل جهة السفر بتاعته when، عندما، يبقى في ساعات الذروة when it's rush hours، في ساعات الزحام الشديد أو ساعات الذروة. طيب 5 بيقول لي الضمير ده اتفقنا إن هو بيشير للtaxi drivers اللي هو سواقين التاكسي، الاختيار الأول. طيب according to the passage، السؤال السادس، وفقًا للقطعة some taxi drivers، بعض سواقين التاكسي على طول بيبقوا greedy، يعني جشع. طيب 7 بيقول لي the antonym، يعني المضاد بتاع كلمة complicated، يبقى حاجة معقدة عكسها حاجة simple، يعني شيء بسيط. طيب تعالَ نروح بعد كده لسؤال الtranslation أو الترجمة. نبدأ بالترجمة من English لعربي. بيقول لي try to draw a road map، يعني حاول ترسم خارطة طريق for your ambitions لطموحاتك. Because a goal without a plan، لأن الهدف بدون خطة remains just a wish، بيفضل مجرد أمنية. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح اللي هو A. طيب 2 بيقول لي to work in a team، عشان تعمل في فريق. you need to be sociable and cooperative، محتاج إنك تكون اجتماعي ومتعاون. in a team، في الفريق each member plays a role، كل عضو بيلعب دور to achieve the whole task، لإنجاز المهمة بأكملها. يبقى على طول لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C. طيب 3 بيقول لي it can be useful to do more than one job، يعني الأمر ممكن يبقى مفيد إنك تعمل أكتر من وظيفة in your career، في حياتك العملية. because you can have new experiences، عشان كده ممكن تكتسب خبرات جديدة and learn new things، وهتتعلم أشياء جديدة. يبقى لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح B. طيب تعالَ نروح للترجمة من عربي لإنجليش. بيقول لي فوائد التكنولوجيا عديدة، وعلينا أن نختار ما يفيدنا وينفعنا ونترك ما يضرنا. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح B. The benefits of technology، ال benefits of technology اللي هي فوائد التكنولوجيا are various، يعني عديدة. we have to choose useful ones، إحنا محتاجين إن إحنا نختار المفيد and avoid harmful ones، ونترك ما يضرنا. الجملة التانية بيقول لي تلعب التنمية البشرية دورًا هامًا في تطوير مهارات الإنسان وقدراته، وهذا يمكننا من الوصول إلى الاستفادة القصوى من إمكاناته في مختلف المجالات. طبعًا لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح اللي هو B، إن الhuman development، يعني التنمية البشرية plays an important role، يعني بتلعب دور مهم in developing human skills، في تطوير مهارات الإنسان and abilities، وقدراته. This enables us، وده بيمكننا to get the most benefit، إن إحنا نوصل لأقصى استفادة from their abilities، من قدراته وإمكانياته in various fields، في مختلف المجالات. طيب السؤال التالت بيقول لي كثير من الشباب متحمسون للمشاركة في العمل الاجتماعي لكي يطوروا بلدهم، فالشباب هم أساس التطور لأي أمة. تولي الدول المتقدمة اهتماما خاصا بالشباب. على طول لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح اللي هو B. A lot of youth، يعني العديد من الشباب are keen on، يعني حريصين على، وخلي بالك keen on بيجي وراها فعل مضاف و ing، يبقى taking part on أو taking part in، آسف، المشاركة في social work اللي هو العمل الاجتماعي to develop their country، لتطوير بلدهم. Youth are the basis of the development for any nation، فالشباب هم أساس تطور أي أمة. So the developed countries، لذلك الدول المتقدمة pay special attention، يعني بتولي الاهتمام الخاص أو بتقدم اهتمام خاص، يعني to them، يعني للشباب. طيب تعال نروح بعد كده للتست الخاص بيونت 9 في صفحة 159. بيقول لي في الجملة الأولى they used solar panels، يعني استخدموا ألواح الطاقة الشمسية to replace، عشان تحل محل الآلات القديمة.
replace اللي هي يحل محل، المرادف بتاعها هنا إيه؟ يبقى على طول الاختيار الأول اللي هو change يغير يعني أو يستبدل، وكمان ممكن تبقى subtitle اللي هي الاختيار D، يبقى change و subtitle A و D. طيب 2 بيقول لي this isn't a virtual event، ده مش حدث افتراضي you must attend in person، أنت لازم تحضر شخصيا. virtual اللي هي حاجة افتراضية عكسها إيه؟ يبقى عكسها شيء physical يعني مادي موجود على أرض الواقع يعني، وكمان actual اللي هي الاختيار C بمعنى واقعي أو ملموس أو موجود حقيقي. طيب الجملة الأولى الاختيارات بقى اختيار واحد من بين 4 اختيارات، بيقول لي the new system النظام الجديد يبقى is very adaptable يعني متأقلم أو for a change يعني يقبل التغيير يعني أو يقدر يتأقلم مع التغيير. خلي بالك أنت عندك verb to be هنا وده سؤال يعتبر على المشتقات، verb to be وبعده very كظرف بيان درجة يبقى أنت محتاج صفة، يبقى هتشيل الاختيار الأولاني وهتشيل الاختيار C. adapted دي بتستخدم مع الأشخاص بمعنى متأقلم أو متكيف مع ظرف، وadaptable بمعنى يقبل التكيف أو يقبل التأقلم، يبقى النظام الجديد نقدر نقول عليه adaptable بمعنى مرن يعني. طيب 2 بيقول لي to is to put something or someone in another's place، خلي بالك أنت بتضع شيء ما أو بتضع شخص ما في مكان شيء أو شخص آخر، يبقى أنت كده بتعمل عملية فعل اسمه replace يعني بتستبدل الشخص أو الشيء. طيب 3 we showed يعني إحنا أظهرنا when our friends lost لما صديقنا our friend lost his job، يبقى لما صديقنا فقد وظيفته يبقى إحنا أظهرنا تعاطف أو مشاركة وجدانية اللي هي empathy الاختيار B. طيب 4 من جمل كتاب المدرسة بيقول لي is when someone عندما شخص ما cannot stop using something مش قادر يتوقف أو يمتنع عن استخدام شيء ما، يبقى إحنا كده بنتكلم عن حاجة اسمها أو حالة اسمها الأدكشن اللي هو الإدمان. طيب 5 بيقول لي ياسمين shows great when she writes stories، خلي بالك لما ياسمين بتكتب القصص فهي كده بتظهر قدر كبير من إيه؟ يبقى على طول الكرياتيفيتي اللي هي الإبداع أو الإبداعية الاختيار الأول. طيب 6 بيقول لي زينب bought يعني زينب اشترت some إيه flowers بعض الزهور الإيه for her room they won't need water، خلي بالك الزهور اللي هي اشتريتها دي مش هتحتاج مية، يبقى احنا كده بنتكلم عن شيء اصطناعي أو في محاكاة للشيء الطبيعي بس هو مصنع اللي هي artificial الاختيار دي. طيب 7 بيقول لي have you finished your task، واو يعني أنا مش مصدق you are very quick أنت سريع جدا، يبقى سؤال في المضارع التام بستخدم already في نهاية سؤال المضارع التام عشان أبين الدهشة أو الاستغراب. طيب 8 بيقول لي he 3 coffees so far، خلي بالك هو لحد دلوقتي شرب 3 كوبايات قهوة، so far على طول بنستخدم معاه مضارع تام يبقى he has drunk تديني الترجمة إن هو شرب. طيب 9 بيقول لي علي has been at home for a week now، خلي بالك عندي رابط زمني اللي هو since، يعني أنا عايز أقول إن علي قاعد في البيت بقاله أسبوع دلوقتي since he، خلي بالك since كده قلبت بمعنى لأن يعني مش رابط زمني، ده أنا عايز أقول هو قاعد في البيت بقاله أسبوع دلوقتي لأن هو كسر رجله، يبقى على طول هتشيل had broken عشان ما ينفعش تربط بين is أو has been اللي هي مضارع تام مع ماضي تام، وهتشيل was broken اللي هي صيغة مبني للمجهول، وهتشيل breaks عشان ده مضارع بسيط، يبقى لأن هو كسر رجله. لاحظ بقى إن since مستخدمة بين مضارع تام ومضارع تام بس ده لأن هي أنا رابط معنى بمعنى لأن. طيب 10 بيقول لي he approved since، عندي since هنا رابط زمني أو تعال نشوفها رابط زمني ولا رابط معنى، لأ هي مستخدمة هنا بعدها العبارة الاسمية اللي هي his graduation، يعني عايز أقول إن هو سافر للخارج منذ تخرجه في سنة 2010 أو في سنة 2000 and has no desire وما عندوش أي رغبة إن هو يرجع، يبقى أنت كده بتتكلم عن الذهاب لمكان، يبقى على طول has عايز تقول إن هو سافر للخارج يبقى has gone approved عشان أنت لو قلت هو has been approved هيبقى معناها إن هو رجع، يبقى has gone approved يعني ذهب إلى الخارج أو سافر للخارج ولم يعد. طيب 11 بيقول لي for instance على سبيل المثال، إيه الفانكشن بتاعتها؟ الفانكشن بتاعتها بتساوي for example يعني تدي نفس الوظيفة بتاع كلمة for example اللي هي على سبيل المثال. طيب 12 بيقول لي an argumentative essay المقال الجدلي ده بيدعم الرأي with reasons باستخدام الأسباب والexamples اللي هي الأمثلة أو الأدلة. طيب تعال نروح للreading comprehension بيقول لي there are many periods
in a person's life أو في فترات في حياة الشخص. each period كل فترة فيها ال pleasures وال pains اللي هي مصادر السعادة والآلام. the happiest person أسعد الأشخاص هو الشخص اللي بيستمتع بكل فترة من فترات حياته without wasting their time بدون ما يضيع وقته في أشياء تافهة أو عديمة القيمة. ال childhood مثلا فترة الطفولة is a time when a child relies on وقت الطفل فيه بيكون معتمد على الوالدين who offer them اللي هم بيوفروا للطفل كل شيء هو محتاجه زي الفود والكلوز الطعام والملبس والفلوس. During this period أثناء فترة الطفولة بيبقى فيه few responsibilities يعني مسؤوليات قليلة جدا. الطفل بيجد متعته في playing in the rain اللعب في المطرة مثلا on the beach يقعد يلعب على الشاطئ في الرمال أو حتى في الباركس اللي هي الحدائق. but a child has pains ولكن كمان حتى الطفل ده عنده آلام since he isn't free to do لأنه ما بيكونش عنده مطلق الحرية في إنه يعمل كل ما يتمناه and they are always told لكن دائما بيتم إخباره إيه اللي ما يجب أن يفعله وإلا هيتم عقابه for what they have done wrong على ما تم فعله بشكل خاطئ أو على الخطأ اللي بيعملوه. طيب when a child becomes a young man المرحلة التانية لما الطفل بيبقى شاب he or she starts to earn his or her own living بيبدأ خلاص بقى يعتمد على نفسه ويصرف على نفسه يكسب قوت earn his living يعني بيكسب الفلوس اللي بيعيش بيها and becomes free from control وخلاص بيصبح يتحرر أو بيبدأ يتحرر من تحكمات المدرسة والآباء and accepts وبيقبل المزيد من المسؤوليات. However ومع ذلك if they work hard لو بدأ الشاب يعمل بجد they can have great happiness ممكن يبقى يحقق سعادة عظيمة في حياته of seeing themselves لما بيشوف نفسه بيعمل تقدم مستدام في حياته وبيبني نفسه well in the society في المجتمع. طيب نيجي للفترة الأخيرة في الحياة اللي هي ال wisdom وال ability to help other people come with the old age. كل ما تتقدم في السن كل ما بتكتسب حاجة اسمها الحكمة والقدرة على مساعدة الآخرين. ال old people اللي هم كبار السن ممكن يستمتعوا برؤية ال children الأطفال بتوعهم وهم بيعملوا أشياء عظيمة في حياتهم. Also كمان they may feel the happiness ممكن يحسوا بسعادة having passed their life safely إن هو حياته مرت قدامه بأمان. At the same time في نفس التوقيت ممكن يعانوا من ال loneliness اللي هي الوحدة والمرض. طيب بيقول لي في السؤال الأول القطعة دي is mainly about يعني بتتكلم بشكل أساسي عن إيه؟ يبقى على طول بتتكلم عن ال periods of life اللي هي فترات حياة الإنسان. طيب اتنين بيقول لي ال underlined word relies احنا قلنا rely on بمعنى يعتمد على يبقى depend on اللي هي الاختيار بي. 3 بيقول لي آخر فقرة ممكن تتلخص في إيه؟ اللي هي بتتكلم عن الحكمة في تقدم السن يبقى the older you grow the wiser you are كل ما تكبر كل ما تبقى أكثر حكمة. طيب 4 which period has fewer responsibility الفترة اللي فيها مسؤوليات أقل قلنا دي فترة الطفولة اللي هي ال childhood الاختيار إيه. طيب 5 بيقول لي according to the passage وفقا للقطعة في كم مرحلة في حياة الشخص يبقى على طول الطفولة والشباب والتقدم في السن يبقى 3 مراحل اللي هي الاختيار بي. طيب 6 compared to the child مقارنة بالطفل فال young man has الشاب بيبقى عليه يبقى على طول مسؤوليات أكتر more responsibilities. طيب 7 بيقول لي في وجهة نظر الكاتب the happiest people أسعد الناس هم مين؟ يبقى على طول الاختيار C أسعد الناس هم الناس اللي enjoy the merits بيستمتعوا بالمزايا في كل مرحلة من مراحل حياتهم ما بيبصوش على السلبيات. طيب تعالى نروح لصفحة 161 الترانسليشن بيقول لي في الجملة من English لعربي there is no doubt لا شك أن the only way to do great work الطريقة الوحيدة للقيام بالأعمال العظيمة is to love what you do هي إنك تحب اللي بتعمله. That's a common principle وده مبدأ شائع أو مبدأ عام يبقى على طول لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C. طيب تعال نروح للترجمة من عربي لإنجليش بيقول لي لابد أن يكون أو لابد أن يكون لكل فرد هدف عظيم في الحياة ولا بد أن يخطط جيدا ويعمل بجد من أجل تحقيق هذا الهدف. يبقى لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح اللي هو B everyone يعني كل إنسان must have أو كل فرد يعني must have a great goal in life لازم يكون عنده هدف عظيم في الحياة. وخلي بالك الإنسان مع إنه هو هنا one بس ما نعرفش النوع لذلك عدنا عليه بالضمير they فقلنا they عشان أقصد المذكر والمؤنث. They must also plan لازم يخططوا
بشكل جيد ويعملوا بجد in order to achieve this goal لتحقيق هذا الهدف. طيب تعال نروح لسؤال الريرايت. في الجملة الأولى بيقول لي It's a long time since I last visited Mr. أيمن. يعني عدى وقت طويل أوي من آخر مرة زرت فيها مستر أيمن. عشان تنفي الجملة دي هتقول بقالي كتير ما شفتش مستر أيمن، يبقى I haven't seen Mr. أيمن for a long time. طيب اتنين بيقول لي سما is the most beautiful girl I have ever seen. سما دي البنت الأجمل اللي أنا شفتها طول حياتي، أجمل بنت شفتها طول حياتي. يعني عشان تنفي هتقول بنيفر كمان، هتقول أنا عمري ما شفت بنت أجمل من سما، فتقول I have never seen a more beautiful girl than سما. وممكن تقول I have never seen a girl more beautiful than سما. طيب كده نكون انتهينا من حل الجزء المتعلق بتمارين يونت 9 أو الوحدة التاسعة. ادعمنا بلايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنانا إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنحل الريفيو رقم 3 اللي هو الخاص بمراجعة الوحدات السبعة والثامنة والتاسعة.